المهمة الموكلة للعناصر هي مهمة العمل خلف خطوط العدو. اخترناها لهالمجموعة من ضمن مجموعة عناصر وحدتنا، طبعا اللي كلهم على مستوى واحد من التدريب، بتتمتع بلياقة بدنية عالية وذكاء خارق وقدرة على القتال في كافة الظروف. وبالإضافة لذلك اشتركت في عدة عمليات عبور خلف خطوط العدو، واشتركت في اقتحام مرصد جبل الشيخ المعادي. كلفنا بمهمة احتلال مرصد جبل الشيخ. طبعا نحن كنا موزعين إلى عدة مجموعات، فانطلقنا من المرصد السوري تبعنا إلى مرصد جبل الشيخ المعادي، وكان الطريق يعني قاسي للغاية، فكل واحد طلع لفوق حسب لياقته البدنية والتدريب الصعب اللي كان يمر عليه أثناء وجوده في المعسكر والتدريبات. فأثناء ما انطلقنا طبعا فورا طلعنا وين على المرصد، وجينا على الباب الرئيسي، وإلا مركبين عدة رشاشات 500 وين بعد الباب الرئيسي. صاروا يرموا علينا الرشاشات بغزارة، فلما صاروا يرموا علينا فورا اجينا نحن صدينا لهم وضربناهم بقذائف الار بي جي الصاروخية، فدمرنا الرشاشات وتابعنا باتجاه المرصد المعادي جوات الشريط. ولما انتبهنا لهنيك والا موجود النقيب محمود معلق قدام مني، فاجا بعد ما وصلنا للدشمة انا خلصت مع القذائف، فكان معي تقريبا شي 12 قنبلة، فاجينا فورا سحبنا القنابل وصرنا نضرب وين على الدشمه. والا النقيب محمود بيقول لي يا رسمي موجود هو الرشاش 500، تعال استعمل الرشاش ال 500. فورا جيت انا على الرشاش اطلعت عليه فورا، يعني خلال بضع ثواني جيت استعمل الرشاش، جيت قبيت الغطاء باتجاه الاعلى وركبت له شرجير وصرت بقاوم بالرشاش. اثناء تقدمنا باتجاه مرصد جبل الشيخ كان في رشاش معادي على يسار المرصد. الحقيقه كنت انا رامي صواريخ بسفن، رميت عليه صاروخ ودمرته تدمير نهائي. ثم تابعنا باتجاه المرصد، طلعتنا عدة دفاعات معادية أمام المرصد كمان دمرناها، وأطلقت عليه عدة صواريخ أنا بذاتي يعني. ثم احتلينا المرصد ووضعنا جنزير حول المرصد بشكل مفصل. وبعد ما اقتحمنا الخط الأول للمرصد شاهدت رشاش 500 إسرائيلي وجنديين يرموا على الرشاش باتجاه مجموعة الاقتحام. كلفني قائد المجموعة الرائد محمد الخير، كان معي زميلي محمد الفرخ. طبعا دمرنا الرشاش وقتلنا عناصر 2. اتجهنا باتجاه مبنى المرصد. شاهدت قائد المجموعة الرائد محمد الخير طالع على درج سرية العلم الإسرائيلي بإيده الحربة ومعه العلم السوري. وقت ما وصل على راس سرية العلم نطر العلم الإسرائيلي ما نزل بإيده، قطعه بالحربة وحط محله العلم السوري ونزل. بهاللحظة أنا كنت أنا ومحمد الفرخ واقفين باستنظار قائد المجموعة الرائد محمد على شكل درج سرية العلم. وقت ما وصل تحت حملنا على الأكتاف، وصلنا نصيح الله أكبر والنصر العرب. طبعا كانت هي أول أو أسعد لحظة من الأمر احنا نتمناها، هي ساعة النصر.